اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم متابعيني عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. احب اقول لكم قبل ما ابتدي في الفيديو كل سنه وانتم طيبين بحلول شهر رجب. اللهم بلغنا شعبان وبلغنا رمضان، لا فاقدين ولا مفقودين، وربنا يجعل الايام كلها خير وبركه على الامه كلها الاسلاميه يا رب بخير. جالكم النهارده بوصفه جميله باكله من الاكلات الشعبيه الجميله اللذيذه كلنا بنحبها، صعب ما تلاقي حد ما بيحبهاش، كلنا بنحب الكشري المصري. فعشان كده جايه لكم بيه النهارده بطريقه سهله وبسيطه هتعجبكم خالص، اللي هو الكشري الحله الواحده. اول حاجه العدس انا غسلاه ومصفياه ونقعاه في ميه سخنه قدام حضرتك، ميه مغليه مع فص توم كده ومعلقه كمون صغيره، ومعانا البصل ده اللي هنزين بيه طبق الكشري، ده اللي يتقال عليه الورد اللي هنزين بيه طبق الكشري. عاملاه قدام حضراتكم كده جوليان رفيع خالص خالص، وهوريهولكم بعمله ازاي دلوقتي. ومعانا المكرونه الاسباجيتي وكوبايتين رز مصري وكوبايه رز مكرونه مرمريه صغيره كده وكوبايه شعريه ومعلقتين نشا. واول حاجه نعملها خالص ونبتدي في الكشري ان احنا نحمر البصل، لان دوت اهم حاجه اللي نبتدي بيه عشان هنستخدم الزيت بتاعه في عمايل الكشري كله. تلاقي النكهه بتاعه الزيت بتاعه البصل دي مخليه الكشري كله جميل ولذيذه بصراحه، واطعم من اللي بتشتريه من بره. تعملي حاجه زي كده لاولادك في البيت نظيفه ولذيذه. هوريكم البصل انا عاملاه ازاي جوليان بالطريقه دي. المقشره بتاعه البطاطس، كلنا عندنا المقشره دي شايفينها، تجيبيها. والبصل الابيض، اهم حاجه البصل الابيض بلاش الاحمر، الابيض عشان مسكر وجميل، انما الاحمر هيغمق، هو غامق اصلا مهما تعملي فيه تطلعيه هتلاقيه غامق. بعملها كده زي ما انتوا حضراتكم شايفين بالطريقه دي، تعمليه كده يبقى طالع بقى، شفتي رفيع جدا 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 خالص. دي اسهل طريقه لتقطيع البصل بالطريقه دي، جوليان رفيع كده. وعشان يدنه ناشف معانا فتره طويله هنحط له معلقتين نشا ومعلقه ملح صغيره ونفرك البصل كله في الخليط ده. ممكن تحمري كميه وتعبيها في علبه وتحطيها في التلاجة، لان انا مجرباه بيدنه ناشف لحد تاني يوم ومحمش وجميل. بس ما تيجوا تطلعوه من الزيت يا جماعه طلعوه دهب شويه. البصل معانا اهو، هنفضيه في طبق اوسع عشان نعرف نفركه كويس. النشا والحاجه اللي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. نحط معلقه ملح صغيره كده عليه، ادي النشا، وتكوني مولعه على الزيت يسخن، يعني انت تحطي النشا والزيت يكون ساخن على النار. ادي النشا كده، وافركي بقى بايديكي كده مع القلم نفضفضه من بعضه، والنشا كلها تتغلغل في البصل. افركي بايديكي كده، تقلبي النشا والملح مع بعضهم كده مع الخليط، بيتفرفط كده معانا زي ما احنا شايفين. حبيتي تزودي النشا زودي، انا بصراحه هي معلقه فاضله اهي حطاها، حضراتكم شايفين كده. جربوه بصراحه هيعجبكم كشري الحله الواحده ده جميل. انا برضو بعمله بطريقه تانية ان شاء الله هبقى اعملها وانزلها لكم على القناه، الاتنين اجمل من بعض. هنروح على الزيت المقلي على النار والزيت ساخن، نروح نازله بالبصل كده، فرطيه كده، حاولي ما تقليش على المقله كتير، حمريه على دورين ما يجراش حاجه. الزيت بتاعه ده بقى عشان نرميه، ده اساس الكشري، ده اللي هنعمل بيه الكشري كله ان شاء الله. دلوقتي نهدي النار شويه 10 دقايق كده او 20 دقيقه، الميه تتبخر منه يقوم ينشف معانا بسرعه. كنت حاطه على النار الحمص زي ما حضراتكم شايفين، كنت نقعاه وغسلاه وحطيته على النار يستوي مع فص ثوم وبرده نص معلقه صغيره كمون، واستوى معانا اهو زي ما انتم شايفين. هنطفي عليه ونستنى بقى ناخد الزيت بتاع البصل عشان نعمل بقى بقيه المقادير. زي ما حضراتكم شايفين البصل قدامنا
باللون ده دقيقة بس وهنطلعه. تحاولي تطلعيه فاتح عشان ميبقاش ممرر، يبقى طعمه مر كده في الاكل وانت بتاكلي. لو طريقة المقشرة دي مش متاحة، عندك كبة متاح ممكن تعملي فيها، عندك بتاعة الشيبسي مكنة الشيبسي ممكن تعمليه بيها برضو. هنطلع البصل بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين، ونحط بقية الكمية واوريكم بقى وانا بعمل الرز خلصنا بقية كمية البصل معانا بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين كده. حاولي تطلعي لونه فاتح كده لان هو من الحرارة بتقفل معاه في اللون شوية. طلعيه على مناديل مطبخ، ما تدنكيش سايباه على مناديل مطبخ عشان المناديل هتضطر ان هي تطريه تاني. اما المناديل يشرب الزيت تنقليه في طبق تاني بيضل ناشف معاكي لتاني يوم، ما بيجرالوش اي حاجه. هنشتغل بقى في الرز. معانا الزيت اهو بتاع الكشري، نحط كميه زيت كبيره شويه عشان هنحط حاجات كتير. ننزل بالشعريه، حمر الشعريه في الزيت بتاع البصل ده اللي هنعمل بالرز زي ما حضراتكم شايفين. حاولي ما تغمقيش الشعريه قوي، خلي لونها فاتح شويه. كل ما يبقى لونها فاتح يبقى شكل الكشري جميل. حاولي تجربيه في البيت هيعجبك جدا، واولادنا كلهم بيحبوا الكشري وبيعشقوه. ده من الاكلات المصريه التقليديه القديمه كلنا بنعشقها. المصريين مشهورين بالكشري المصري. والبصل بقى الزيت بتاع البصل ده بيودي الكشري في حته تانية خالص بصراحه، بيخليه في منتهى الجمال، طعمه جميل. الشعريه معانا لونها ذهبي جميل كده، لونها فاتح. نروح نازلين بالرز غسلينه ومصفيينه، حاطين الرز نقلبه كده مع بعض، نديله تشويحه حلوه. حاولي تشوحي قد ما تقدري، عشان كده انا مكتره في الزيت عشان هنشوح كل المكونات معانا، يبقى كل المكونات اتلمت في الزيت اللي احنا عاملينه بتاع البصل. تشوحي فيه على قد ما تقدري تبقى الحبايه مفلفله. وحاولي وانتي واقفه شغاله في المطبخ وتطبخي اي حاجه تتوسخ معاكي من ان انتي بتستخدميها، متاح معاكي الوقت ان انتي تشطفيها وانتي واقفه اشطفيها. على ما تخلصي تلاقي مطبخك نضيف وحوضك نضيف ولا اكنك عملت اي حاجه. بعد ما تحطي كله على بعضه تلاقي الحوض بقى اتكركب وبقى مليان مواعين. فهو احسن وانتي واقفه كده متاح الوقت معاكي، اللي يتوسخ اغسليه على طول. زي ما حضراتكم شايفين الرز اتشوح معانا اهو، والفلفل بيلمع ازاي. نروح بقى ننزل بالعدس نصفيه من ميته اللي احنا نقعينها. الزبدة برضو هنشوحه عادي، فص الثوم لو اتحط يدي نكهة جميلة متقلقيش. نزلنا بالعدس نشوح كده شوحيه على قد ما تقدري، نلم المكونات كلها مع بعض ونسيبها مع بعض. بعد ما نشوح بشوية نبقى ننزل بالمكرونة، ننزل معاها بالمكرونة الصغيرة كده طلع على مرمرية. حاولي في الكشري توسعي الحلة، اللي هو الحلة الواحدة ده تبقى الحلة واسعة عشان تاخد كل مكوناتك وتبقى مرتاحة. ننزل معانا بقى بالتوابل. معانا معلقة ملح، معلقة كمون، معلقة كزبرة مطحونة، ومكعب مرق. انا بحب احط فيه مكعب مرق. ونقلب كده وافضل اشوح المكرونة دي شوية على قد ما نقدر. متاخدش بقى معانا حلل كتير، هي حلة واحدة لما المكونات كلها تحسي ان انتي ولا اكنك عملت كشري مصري ولا الدربكه بتاعت الحلل ولا اي حاجه خالص. ناخد المكونات مع بعضها كده وننزل بالميه المغليه. تكون الميه مغليه وبعدين نوسع الحله عشان ياخد راحته. نحط بقى المكرونه الاسباجيتي، نعمل المكونات كلها كده عشان الملح يبقى فيها كلها. ننزل بالاسباجيتي، بحب اقطعها 3 واحطها بالطريقه دي عكس بعضها عشان ما تلزقش.
عايزه تقطعيها 2 قطعيها، عايزه تقطعيها 3 قطعيها انت براحتك. نزود معانا الميه زي ما حضراتكم شايفين، نعمل كده بالطريقه دي، نغطي عليه يغلي ونقليه على نار متوسطه نكمل سوا بقى مع بعض. لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه. معانا بدا يتشرب كده، الكشري اللي معانا يا جماعه بدا يتشرب، نقليه على نار متوسطه نسيبه بقى مع نفسه يتعايش. نعمل بقى الصلصه بتاعه الكشري. برضه هنجيب زيت بتاع البصل اللي احنا محمرين في البصل، ننزل بمعلقه توم مفرومه كده. التوم ده متفرزن يا جماعه. ان شاء الله على دخلة التوم الجديد هنفرزنه سوا على القناه ونرفعه. معلقه توم كده حمرها، متخليهاش التومه تغمق مننا، خلي لونها مصفر كده بسيط. التومه يا جماعه معانا اهي بدات تصفر، ما نغمقهاش قوي عشان ما تعملش مراره في الصلصه. لونها بس جولد دهبي كده خفيف. ريحه التوم بتبقى جميله بصراحه ما بتتحمر مع، يعني الريحه قويه اكتر مع زيت البصل. الاتنين عاملين ما شاء الله يعني ريحه في منتهى الجمال. ننزل بالطماطم. الطماطم انا عندي هنا كنت مجهزاها، ضرباها ومصفياها وغلياها. معانا التوابل، معلقه سكر صغيره، نص معلقه كمون، معلقه كزبره ناعمه، بابريكا معلقه ملح. نحط التوابل على الصلصه نسيبها على النار تتسبك لحد ما قوامها يتقل معانا. ونعمل بقى الشطه بتاعه الكشري، اللي ما بيحبهاش ما يعملهاش، هنعملها مع بعض. الشطه بتاعه الكشري برضو هنحط معلقه زيت بتاعه تحمير البصل. اللي ما بيحبش الشطه يا جماعه ما يعملهاش. معلقه شطه ناعمه، ما عندكيش ناعمه وعندك اللي هي الخشنه القرنقوط دي اطحنيها وحطيها عادي. ونحمر الشطه كده في الزيت لحد ما ريحتها تطلع كده وتقعدي تكحكحي، ريحتها بتقلب الشقه كلها من الحمو بتاعها. ساعه تحمير الشطه دي بيقعدوا يقولوا لي الله يسامحك، مش قادرين ناخد نفسنا من كتر الكحكحه اللي احنا عمالين نكحكحها. هي الشطه كده يا جماعه. نحمر الشطه معانا كده، ننزل عليها بمعلقتين طماطم زي ما حضراتكم شايفين. لقيتي قوامها تقيل حط لها شويه ميه سخنين صغيرين. ممكن تحطي عليها كبشه صلصه من بتاعه الكشري زي ما حضراتكم شايفين كده. انا بصراحه حاسه ان قوامها تقيل معايا فهحط لها شويه ميه صغيرين، وهحط لها سيكه ثوم صغيره، حاجه بسيطه كده لطيفه تديها ريحه بسيطه كده، وشويه ميه مغليين صغيرين. بس حاجه كده خفت معانا شويه. ونعمل الدقه بقى اللي هي بتاعه الكشري اللي هي الكمونيه، نعملها سوا مع بعض دلوقتي. هنعمل دلوقتي يا جماعه الكمونيه او الدقه زي ما بتقولوا عليها. انا بعملها بارده ما بحطهاش على النار، في جماعه بيعملوها على النار، يعني ده متاحكم تجربوا اللي على النار او تجربوا البارده. فانا بحب البارده بصراحه، بتبقى خفيفه وهاديه. معانا معلقه توم صغيره كده، كوبايه ميه، ربع كوبايه خل،
معانا ملح، كمون، كزبره، معلقه بابريكا. ننزل بالتوابل دي كلها. ممكن تحطي التوابل بالثوم على النار بتتحمر، مع لو في قرن فلفل حراق احمر او اخضر حسب الموجود عندك. وتروحي بقى حاطه الميه دي اللي على النار، دي طريقه اللي على النار. تروحي حاطه الميه، وما تطفي بقى تضيفي الخل وتعصري الليمونتين. فانا بحطها على البارد، كله على البارد ويتقلب. وانزل دلوقتي قدام حضراتكم بعصير الليمونتين. عصر ليمونتين 2 كده. يبقى كده الكشري معانا خلص يا جماعه النهارده. اوريهولكم من غرفه هيبقى عامل ازاي، تشوفوا الرز عامل ازاي، المكرونه. يا رب الفيديو يعجبكم واكون عند حسن ظنكم ان شاء الله. ادي الشطه معانا اللي حمرناها وعملناها. وادي الكمونيه اللي هي الدقه، على بقى ما الصلصه تخلص والرز يستوي. معانا الدقاق مخلصينها. دي الشطه، ومعانا البصل نقلناه من الطبق اللي عليه المنديل لطبق تاني. ما شاء الله ناشف، سامعين الصوت؟ ناشف وجميل ومحمش ازاي. نروح للصلصه بقى، نحط لها الخل اخر حاجه. طعم الصلصه معانا جميل وحلو ازاي. هننزل بالخل ده اخر حاجه نحطه. لما تطفي النار تروح حاطه الخل كده. الصلصه قوامها معانا تقيل وحلو. نروح نازلين بالخل ونطفي عليها، والرز على النار على نار هاديه لسه بيكمل سواه. وكده الكشري خلص معانا. نكشف على الرز قدام حضراتكم اهو. تقلبيه، تجيبي من تحت لفوق عشان يبقى كله مفلفل مع بعضه زي ما حضراتكم شايفين. ولا احلى ولا اجمل من كده ولا اسهل كمان، مخدش وقت معانا كتير من كده. طبق كشري هتاكلوه لذيذ وفي منتهى الجمال. شايفين المكرونه الاسباجيتي مفلفله معانا ازاي، وكله واخد سوا بعضه. وبألف هنا وشفا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتعملوا اشتراك في القناه. ادي الكشري يا حبايبي بعد ما عرفناه بالجمال والحلاوه دي، يفتح النفس بصراحه للاكل. ويا رب اكون عند حسن ظنكم. جربوه ان شاء الله هيعجبكم. بألف هنا وشفا.